اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له ده عن ده، بس انا مش هقول ده عن ده. انا هقف والناس هتفهم، وبرضه عشان لو حد سالني اقول له انا ما كانش قصدي، انت عرفت منين؟ ادي حراق. ده بالظبط زي كابتن احمد الطيب. كابتن احمد الطيب اللي احنا فاكرينه عنه، او اللي شهر الكابتن احمد الطيب، هو كان معلق من ضمن المعلقين. اللي شهر كابتن احمد الطيب انه كان طلع من 7 8 سنين كده كان علقه من الكابتن شوبير، وكان سبب الخناقه احنا فاكرين العلقه لكن مش فاكرين سببها. سبب الخناقه ان كابتن احمد الطيب في ماتش من الماتشات وهو بيعلق قعد يقلل من جمهور الاهلي ويعلق جمهور الزمالك، ويقول لك جمهور الاهلي بيشجعوا سعد الصغير، مش عارف علي علوكه، لا شعبان عبد الرحيم. اما جمهور الزمالك، واما بقى دي حط تحتها خط، بس عمرو دياب ومحمد منير، مش دي حقيقه؟ دي حقيقه. انا هلعب بالكلام، حد يقدر يمسك عليا حاجه؟ لا، هسبل لك عينيا وهعمل بريء. وطبعا يا عم دي شغلتك، ما انت معلق وفاهم الكلام رايح على فين والكلام بيودي فين، فاهم ان الكلمه لها معنى وفي نفس الوقت لها مدلول، لا دلاله. ده احنا حتى من ايام الاعدادي فاكرين تعبير جميل يوحي بكذا، زي ما بيقولوا المعنى في بطن الشاعر. فدي شغلتك انك تلعب بالكلام وبالالفاظ والمصطلحات يا عم، قشطه. فده بياكل مع مين؟ هياكل مع جمهور اهلي؟ لا، هياكل مع مين؟ مع اصحابنا، مع جمهور الزمالك. سقف لاخوك ابو جبل يا جمهور الزمالك. احنا قلناها كلمه والله زمان، قلناها جمهور الزمالك وجمهور الاهلي الفرق بينهم واضح وبسيط جدا. جمهور الزمالك مش غبي، جمهور الزمالك عارف ان انت بتستغله، وعارف ان انت بتقصف له جبهه بس هي بالنسبه له مصلحه متبادله. انت هتقصف لي جبهه وتشتغل لي شغل حراق وشغل مكايده، وفي نفس الوقت انا هقف معاك وهأيدك وهبقى في صفك. طب انا هعمل كده ليه كجمهور زمالك؟ ببساطه لان انا ما عنديش حاجه افتخر بيها، ما عنديش حاجه اقول ان انا خدت بطوله، لا انا عملت حاجه، لا كسرت رقم، لا بتاع. مش هعرف اعمل ده، وانت هتعمل ده لان الكلام ده ما تجيبش مع جمهور الاهلي. طب ايه اللي هيجيب مع جمهور الاهلي؟ هتطلع تقول الاهلي كويس، الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه المره التاسعه، الاهلي اكتر فرقه بتشارك في كاس العالم، الاهلي واخد 5 بطولات، الاهلي كام بطوله افريقيا ورا بعض. هتقول الكلام، مش هتقوله بس ملوش لازمه، هتقوله ما هو كلام مكرر. جمهور الاهلي ايه يعني؟ طيب بكره هعمل ايه؟ جمهور الاهلي هتيجي تقول له قفشه جاب جون القضيه، يا باشا ماشي، النهارده بتعمل ايه؟ انا عندي بطولات بشارك فيها، انت مش عاجبك ما تلعبش في النادي. ده جمهور الاهلي. جمهور الاهلي بيتكلم بالارقام، بيتكلم النهارده هتعمل ايه. اما جمهور الزمالك انا مش هقدر اتكلم بالطريقه وبالعقليه دي. انا عايز اللي يزيط واللي يكيد لي ويحرق لي في المنافس، والحراق الجديد بقى والحراق انت اكتر واحد، انت وكل الناس انتوا عارفين ان شيكابالا منتهي من 2012. انا بالنسبه لي يا عم انا عندها، انا عندها. شيكابالا منتهي من 2012، من بعد ما سافر البرتغال ورجع. انا ما افتكرلوش ماتش مؤثر، ما افتكرلوش جون مؤثر. مش هقول لك جون مؤثر، مش هقول لك بطوله جاب يا عم، انا عايز افتكر له ماتش واحد لعبه على بعضه. سيبك من ماتش المزاريتا اللي كان بيلعبه اخر ماتش ده، ارتا سولار. انت اكتر واحد، انت او انتوا كلكم عارفين، انتوا كناس بتتكلم في الكوره انتوا عارفين ان شيكابالا منتهي، وان شيكابالا بيلعب عشان ما فيش لعيبه. شيكابالا بيلعب بيسد خانه، 11 لاعب لازم يبقوا موجودين في الملعب. هات لي واحد بره قاعد على الدكه، مين؟ ما فيش لعيبه. لكن انا هبقى حراق. انا جمهور الزمالك بقى لازم يقف في ظهري، لازم يطالبوا ان انا بقى ابقى موجود، لازم ابقى زي احمد الطيب، لازم استضاف في برامج، لازم ابقى مطلوب في ماتشات، ولازم يبقى ليا سعر، ولازم يبقى ليا. ده اللي انت بتدور عليه، ده مصلحتك. مصلحة الزمالك ده احنا عندنا حراق جديد طلع. يا جدعان اكبر بقى.